زي السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها واللي كل السنين اللي كنا بنبدأهم بحماس بقى، وخلاص بداية السنة محتاجين نحط بلان، محتاجين نحط حاجات جامدة جدا عشان نوصل لحاجة أحسن وعشان نبقى أحسن ونقدر إن شاء الله على نهاية السنة نبقى حققنا الأهداف اللي احنا عايزينها ونعمل كل حاجة جميلة وكل ده. وده بالظبط اللي انا عملته السنه اللي فاتت برضه. قلت ليه ما نقعدش مع بعض نعمل بلان كويسه جدا، نشوف نرفلكت الاول على اللي احنا عملناه السنين اللي فاتت او السنه اللي فاتت بالتحديد او السنه دي اللي حققناه من الاهداف اللي احنا عملناها، ونشوف ازاي ممكن نعدل على اللي احنا عملناه السنه دي عشان ان شاء الله نعمل بلان او خطه احسن للسنه الجديده، بحيث ان نقدر ان شاء الله باذن الله طبعا نكون احسن في السنه الجديده، نحقق اهداف اكبر بكتير من اللي حققناها السنه دي، ونقدر ان نكون اشخاص احسن من اللي احنا عليه دلوقتي. فخلينا نبدا بان احنا نشوف في البدايه السنه دي في اسباب يعني خلتني ان انا ما اقدرش اكمل او اعمل الاهداف بتاعتي اللي انا عايزها او ان انا عايز اعملها دي كلها. فاحنا لو هنقسم الموضوع او هنقسم اللي احنا عايزين نعمله ده لخطوات عمليه عشان بالظبط نعرف احنا هنعمل ايه في شكل خطوات ونقدر نعمله بشكل احسن، فهيبقى كالاتي. اول حاجه او اول نقطه في الفيديو ان احنا هنحاول نشوف المشاكل اللي قابلتنا السنه دي او عطلتنا عن ان احنا نطلع باقصى اهداف او ان اححنا نحقق اهدافنا مكمله السنه دي. حلو. والتانيه ان احنا هنحط، خلي التانيه لوقتها، خلينا في دلوقتي. من وجهه نظري ان المشاكل او اكبر مشكله خلتني ما كملش او ما عملش الاهداف في كل الجوانب بتاعت حياتي اللي انا كنت حاططها في السنه دي هي حاجه واحده رئيسية جدا جدا، وهي الروتين. يعني ايه روتين اصلا؟ انا كسيف فانا انسان الحقيقة بيكره الروتين. ليه؟ لان انا ما بحبش حاجة تبقى ثابتة. فاهم ازاي؟ انا انسان ما بيحبش يعمل حاجة مرتين يومين ورا بعض، فبالتالي كلمة روتين دي كانت كلمة بكرهها جدا، فبالتالي ما حطيتهاش اصلا في خطتي. يعني ايه روتين؟ انا بس عارف ان انا عايز اوصل للحاجه دي فانا هعملها وبس. ده اللي انا كنت بحطه في بالي وده اللي انا اشتغلت عليه السنه اللي فاتت. ولكن ده غلط. ليه ده غلط؟ لان لاحظت ان انا بقيت ماشي على يعني على حسب مزاجي، على حسب اهوائي الشخصيه. وليكن حصل لي ظرف وبقيت نفسيا مش كويس، مش احسن حاجه، اتاثرت نفسيا، دماغي ما بقتش يعني فاهم ازاي، فده بالتالي ياثر على اللي انا هحتاج ان انا اعمله بكره. فمثلا محتاج اروح الكليه بس انا مش قادر. ليه؟ يعني ايه مش قادر؟ فاهم ازاي؟ يعني مفيش خطه واضحه. اي حاجه بقى تانية بتاثر عليا، فبالتالي بضطر ان انا اكنسل لان انا اوريدي مش حاطط خطه، مش عامل بالظبط انا محتاج اعمل كذا 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 كذا. ففي دماغي حاجه اوريدي ست اللي هو انا محتاج اعمل ده، فبالتالي هعمله. ومش اصلا هيبقى عندي الفرصه ان انا افكر في ايه، في انا مش قادر بقى، او لان هيبقى في تاسكس انا محتاج اعملها. والحقيقه ان انا اوريدي بدات اعمل ده. يعني انا دلوقتي قلت نعمل الفيديو بعد ما انا عملت اوريدي الخطه بتاعت السنه بتاعتي، وهشاركها معاك قريب يعني كمان شويه في الفيديو ده. وهقول لك ازاي عملتها. ولكن بالظبط اللي انا عملته هو في البدايه ان انا حاولت ان انا اشوف ايه المشاكل اللي قابلتني عشان اقدر احلها واقدر ان انا اعمل خطه ان شاء الله تنقلنا لمكان احسن او تبقى احسن من السنه دي بكتير. فزي ما وضحت ان اول حاجه كانت المشكله اللي بتقابلني هي ان انا ماشي على حسب مزاجي. حاسس ان انا كويس النهارده اعمل شغل جامد جدا، مش حاسس ان انا احسن حاجه ما اروحش الشغل اصلا، ما ذاكرش او ما انزلش الكليه. لقيت ان الشغل الحمد لله الدنيا كويسه جدا فيه وفي اوردرز كتير وهنا الشغل شادد حلو، اروح صابب تركيزي كله على الشغل، فبالتالي اهمل اصلا الجزء بتاع المذاكره او بتاعه الكليه بتاعتي واهمل نفسي تماما ومبقاش انزل الجيم اصلا. نزلت الجيم كذا مره ولكن قعدت ادفع الاشتراك وما اروحش، ما كملش. يرجع بقى السبب لان مليت، لقيت ان الشغل واخد برضه وقتي، فبالتالي بدات ان انا اركز فيه وما لقيتش وقت للجيم. ما اقدرش ان انا اقسم وقتي بين الثلاث حاجات. فدي كانت المشاكل اللي بتقابلني بشكل اساسي، ان انا بركز في حاجه واحده وبسيب الحاجات التانية تضرب تقلب لغايه اما الاقي فرصه. فاهم ازاي؟ فدي كانت مشكله خلتني ان انا احقق اهدافي الحمد لله في مكان واحد، والباقيين اهملهم جامد جدا لدرجه ان انا حاليا اتدهور فيهم، مش بس يبقى يعني مش حتى يثبت مكانه او يبقى احسن، لا حرفيا بقيت بالسالب عن اللي انا كنت فيه السنه اللي فاتت. فانا شايف ان حل الموضوع ده ممكن يبقى عن طريق ان انا اعمل روتين
يبقى مش روتين ثابت. ليه؟ لان مفيش حاجه اسمها روتين ثابت اصلا. الروتين هو بيتغير مع الاحتياجات بتاعتي. يعني وليكن انا هحتاج انزل الكليه 3 ايام في الاسبوع، اليوم اللي بنزل فيه الكليه انا بنزل من الساعه 9 الصبح لغايه الساعه 3 العصر مثلا برجع البيت، فده هيبقى روتين يوم. ده الوقت اللي هنزل فيه الكليه، والوقت التاني ده هذاكر فيه فلوتر، هشتغل فيه، هحل بروبلم سولفنج، هنشوف ايه اللي ممكن يحصل فيه تاني. اما روتين اليوم تاني مثلا انا مش بنزل فيه الكليه، فبالتالي انا معايا من 9 الصبح ل 3 العصر دول فاضي، فهيبقى فيهم حاجات تانية تتعمل. الجيم ليه وقته، اللي هو بعيدا عن الجيم ده بيمثل كاتيجوري، وهي العنايه الشخصيه بتاعتي انا، اللي هو اهتم ازاي بنفسي بصحتي فاهم. حاجه تانية زي الفلوتر او التطوير بتاع الابلكيشن بتاعي. انا لسه هكلمك عن الابلكيشن، او هعمل الفيديو الجاي ان شاء الله كامل عنه، لان ده بقى جزء كبير جدا من حياتي دلوقتي، فمحتاج ان انا اكلمكم عنه. اللي اقصده بقى ايه، ان انا بحاول اقسم حياتي لكاتيجوريز، اللي هي حاجات معينه انا بعملها في حياتي، زي الشغل، زي تطوير مهاراتي الشخصيه اللي هو دلوقتي حاليا فلاتر ديفلوبمنت، او الجزء الثالث اللي هو الدراسه بتاعتي، والرابع الاهتمام بنفسي، صحتي، الجيم، وهكذا. تمام. فبحاول ان انا اطور نفسي في الاربع حاجات دول كان ليهم اهداف السنه اللي فاتت، والسنه دي ان شاء الله نحط لهم اهداف بشكل احسن عشان نحققهم بشكل افضل. طيب دي اول حاجه انا شايفها ناقصه، وهي ان انا محتاج احط روتين يخليني اعمل الحاجات اللي ورايا، ويقسم الحاجات اللي ورايا على الاهداف اللي انا عايز اعملها بشكل سليم، عشان اتجنب حالتي المزاجيه وانفذ الحاجات اللي انا محتاج اعملها دي اول باول، بغض النظر عن انا حاسس بايه. تمام. تاني حاجه وهي كانت ان انا مش مقسم الاهداف دي على اوقات معينه، او بمعنى اخر ما كنتش بعمل متابعه اصلا لان انا وصلت فين لغايه دلوقتي. الهدف من غير مراجعه انت ما تعرفش انت واقف فين، محتاج تعمل ايه، محتاج تعمل مجهود اكتر في الجزء ده، ولا محتاج تهدي هنا شويه وتبدا في هدف تاني انت متاخر فيه، معرفش. فبالتالي في حاجات اهملت فيها جدا. فتاني حاجه محتاج اعملها هي ان احنا نعمل مثلا وليكن اهداف اسبوعيه. الاهداف الكبيره جدا اللي هنحطها للسنه دي محتاجين نخليها اصغر. الموضوع يبان معقد ورخم وحاجات كتير بقى، ويا نهار ابيض انا لسه هعمل ده كله، بس الحقيقه ان احنا مش هنعمل حاجه لان انا مكسل اكتر منك. فانا الورست كيس سيناريو، فما تقلقش، في حل بسيط جدا 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 هقول لك ان احنا هنعمله مع بعض كمان شويه برضه. فخلينا نرجع لموضوعنا. احنا كده اتكلمنا عن ان انا شايف ان مشاكلي السنه اللي فاتت دي كانت في الروتين اولا. تاني حاجه ان احنا ما كنتش براجع ايه بالظبط اللي بيحصل معايا على مدار الوقت، انا وصلت فين لاهدافي، وما كانش يبقى في متابعه خالص. فدي نقطتين عايزين نحسنهم السنه دي ان شاء الله واحنا بنحط الاهداف. اعتقد ان دي المشاكل اللي كانت بتقابلني السنه اللي فاتت. فانت كمان محتاج ان انت تعمل ورقه او تقعد كده تصفي دماغك، تشوف انت وصلت لغايه فين، تعمل ريكاب لاهداف السنه اللي فاتت، او تشوف انت وصلت في ايه في السنه دي، عملت ايه طول السنه والحمد لله اهدافك حققت منها قد ايه، وتطلع المشاكل اللي انت شايفها من وجهه نظرك ممكن تحسنها. ولو شايف اللي انا قلته ده برضه هو مشاكل مشتركه بيني وبينك، فممكن تستخدم مشاكلي وماله. احنا قلنا ان احنا محتاجين نعمل 3 حاجات عشان نحط اهداف السنه الجديده ونعمل البلان بتاعتنا. الاولى كانت ان احنا نطلع المشاكل بتاعه السنه دي، جميل الحمد لله ده جزء وخلص. اما الثانيه بقى فهي ان احنا نشوف اصلا حياتنا دي ايه. اللي هو انا دلوقتي على سبيل المثال يعني كسيف، انا شايف ان حياتي هي عباره عن 4 اجزاء. اول جزء هو الشغل، تاني جزء هو الدراسة، تالت جزء هو التطوير من مهاراتي الشخصية، ورابع جزء هو الاهتمام بنفسي وصحتي والجيم، زي ما وضحت الحاجات اللي انا وضحتها. انا بقول لك بديك مثال عشان انت كمان تعمل زي كده بالظبط، تطلع الكاتيجوريز بتاعتك انت اللي انت شايف انا كأحمد بعمل كذا وكذا وكذا، فطلعت الحاجات اللي انا شايف ان هي بتشكل حياتي او لحد ما عايز احط لها اهداف للسنة الجديدة دي. فاهمني؟ اما تاني حاجة فهي ان انت تبدأ تشوف الحاجة اللي انت قلتها دي دلوقتي، اللي هو ال4 حاجات اللي انا طلعتهم كسيف، الجيم والكلية والدراسة والتطوير الذات وهكذا. ال4 حاجات او ال3 حاجات اللي انت طلعتهم دول، تشوف بقى فيهم حاجتين. الاولى انت فين دلوقتي في كل حاجة في الحاجات دي. زي مثلا الجيم، انا كسيف فانا في الجيم دلوقتي يعني مش في احسن شيب، كنت احسن من كده، ومحتاج ان انا ارجع الكتله العضليه اللي كانت موجوده، ومحتاج ان انا ارجع التزم مره تانية عشان ابني ايه عضلات احسن وليكن مثلا. يعني عرفت انا فين دلوقتي، واقف فين بالظبط في الهدف بتاعي ده. حلو. اما تاني حاجه بعد ما خلاص طلعت كل حاجه فيهم انا فين بالظبط دلوقتي، والموضوع ده مش هياخد اكتر من دقيقه تفكير حرفيا في كل واحده فيهم. اما تاني جزء محتاجين نعمله وهو ان احنا نحط هدف. ده ممكن يبان ان هو شويه صعب، ولكن الموضوع
بسيط جدا جدا جدا. ما تحاولش تتقل على نفسك ولا تقعد تفكر بقى ان الموضوع ده كبير، لان هو مش كبير، هو الموضوع صغير وياخد منك نص ساعه، ولكن بلان هتريحك طول السنه الجايه ان شاء الله وهتخليك احسن من دلوقتي. فزي ما قلت ان تاني حاجه محتاج تعملها هو ان انت تحط الهدف بقى اللي انت محتاج توصل له في كل حاجه، في كل كاتيجوري من حياتك اللي انت طلعتها دي. وكده نبقى جاهزين ان احنا نخش على الخطوه اللي بعدها والاخيره، وهي ان احنا نحط البلان بقى فعليا، ان احنا محتاجين نعمل كذا 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 كذا. طيب انا عملت ده ازاي؟ انا ما قعدتش سالت نفسي بقى شويه اسئله، عشان الحقيقه ما اعرفش اعمل بلان ازاي. انا انسان اصغر من ان انا احط بلان لنفسي وما التزمش بيها اصلا. استعنت بصاحبي تشات جي بي تي، طبعا غني عن التعريف جدا جدا. في برومت او رساله ببعتها للتشات جي بي تي بيساعدني جدا والله ان انا احط خطه لاي حاجه انا محتاجها في حياتي، سواء خطه للجيم او خطه تمرين، سواء خطه لنمو البيزنس او خطه استراتيجي لنمو البيزنس وهكذا، سواء خطه لاي حاجه ايا كانت هي ايه. والبرومت ده هو ان انا بس مختصرا يعني بقول له انا محتاج اعمل خطه لكذا كذا 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 كذا. حلو، فانا محتاج منك انك تسالني كل اللي انت محتاج تعرفه عن ده، سواء احنا فين دلوقتي او وصلنا لغايه فين، او كل حاجه ممكن تسالني عن الحاجه اللي انا قايل له عنها دي، عشان تقدر تعمل لي خطه كويسه جدا تساعدني اعمل كذا كذا كذا. فاسالني دلوقتي كل الاسئله اللي انت شايفها مهمه وانا هجاوبك، وبعدها نعمل الخطه. بس ببعت له دي، يبدا هو يسالني الاسئله او الحاجات اللي هو محتاج يعرفها عن الحاجه اللي انا عايزين نعمل بلان ليها، سواء مثلا وليكن بعمل بلان للمذاكره او الحاجات اللي ورايا اللي على السبوره ورا دي، او بعمل خطه للجيم او خطه تمرين. هو بس بيساعدني يعني، بيسالني كام سؤال: انت فين دلوقتي؟ انت محتاج ايه؟ هو هدفك؟ بيسال اسئله فعلا منطقيه وكويسه جدا، وهتلاقي نفسك بتجاوبه وبتطلع كل حاجه انت عارفها عن الحاجه اللي انت عايز تعملها خطه دي. وبصراحه بيعمل خطه فوق الممتازه. انا عملت البلان بتاعتي كده، مبسوط بيها، وبقى لي يومين دلوقتي الحمد لله ماشي عليها. مش لازم السنه الجديده تبدا عشان نمشي على بلان السنه الجديده، الموضوع ما هو الا روتين. حلو، فخلي تشات جي بي تي بعد ما يسالك الاسئله دي وتبدا تعيش معاه شويه وتعمل الخطه بتاعتك الجديده على الاساسات اللي انت حطيتها، اللي هي الاهداف وكل كاتيجوري احنا حددناها مع بعض، وتخليه يعمل لك روتين يومي بالظبط. مثلا وليكن انا الروتين بتاعي اللي انا حطيته بمساعده تشات جي بي تي هو ان انا بصحى كل يوم الساعه 8 الصبح وبنام الساعه 12 بالليل، وفي وسط طول الفتره دي بعمل حاجات، منهم حاجات بتوصلني لهدفي، منهم ان انا بروح الجيم الساعه 3، منهم ان انا بذاكر فلاتر الساعه 6، منهم ان انا ببدا ان انا احل في بروبلم سولفنج من الساعه 10 للساعه 12، وهكذا. كل جزء من يومي دلوقتي بيساهم بشكل او باخر ان انا اوصل لهدف اللي انا رايحه ده. ولو مثلا يوم عملت له سكيب، بقول له ان انا عملت سكيب اليوم ده، فاعمل الجدول مره تانية عشان يتماشى مع التغيير اللي حصل. الجدول مش حاجه ثابته، طبيعي ان هو يتغير على حسب الحاجه اللي حصلت او التاثير بتاعنا اللي حصل، او طبيعي ان احنا نقصر بشكل او باخر. فلو قصرت قول له عيد ترتيب الجدول على الحاجه اللي انا بعملها دي. انا دلوقتي تشات جي بي تي هو جزء كبير جدا من حياتي الحقيقه، خصوصا في الترتيب، وان هو بيساعدني ان انا اوصل للاهداف اللي انا عايزها ويحط لي بلان كويسه امشي عليها. فخلينا نستغل في الجزء ده. انت متخيل ان انت دلوقتي يبقى عندك سكرتير حرفيا بينظم لك حياتك وانت مش مستغله؟ فانا هسيب لك البرومت او الوصف اللي قلت لك عليه او الرساله اللي انت هتبعتها للتشات جي بي تي تحت في الديسكربشن او في اول كومنت تحت الفيديو. بس كده، اعمل البلان بتاعتك عشان نحاول نبقى احسن، تقبل التغيير والحاجات اللي بتحصل دي كلها، وطبيعي ان الواحد يقصر شويه، طبيعي جدا، ولكن كلنا بنحاول نبقى احسن. اشوفك على خير.